بجد يا جدعان سؤال مهم جدا، امتى عمر جابر هيكون في المنتخب؟ يعني عمر جابر امتى بقى يبقى موجود في المنتخب؟ الراجل عامل كل اللي عليه وبزياده. موسم ولا احلى من عمر جابر، كونفدراليه وجابها، سوبر وجابه، لا ومستواه ولياقته وكل حاجه اتغيرت. يعني عمر جابر امتى فعلا يبقى موجود في المنتخب؟ لا، ومحمد هاني اتصاب اللي انا اصلا ما بقتنعش بيه، لا من بعيد ولا من قريب. واتصاب. والفكره معايا مش اللي انت خدت محمد شحاته هتلعبه باك يمين، مش يعني ما الفكره مش فكره زمالك، هي الفكره فكره اللي انا شايف اللي لاعب باك يمين اصلا وعمل اللي عليه وبالزياده وطالع عينه وبيموت نفسه في كل ماتش وما بيتاخدش، بيلعب باك يمين وبيلعب باك شمال وما يتاخدش. ليه؟ يعني هو عامل لك ده؟ انت حسام حسن اللي مطلع اصلا عمر جابر ومحمد ابراهيم لما كنت ماسك الزمالك. فنفسي افهم في مشكله معاه، يعني انت في مشكله مع عمر جابر وضحها لنا، لان انا ما باخدش عمر جابر عشان واحد اتنين تلاته. لكن يبقى هو مموت نفسه وعامل كل اللي عليه عشان يبقى موجود في المنتخب وما يتاخدش، انا شايف ان ده ظلم، ده ظلم ظلم ظلم. وطبعا بنبارك لدونجا، كنت تستحقها برضه، لعب موسم الفتره اللي فاتت دي كان لحد ما كويس، وخصوصا ان امام عاشور مش في مستواه الفتره دي خالص. فمنبارك لدونجا اللي برضه تستحق يكون في المنتخب. ونفسي كنت ابارك لعمر جابر بصراحه، وكنت يعني عندي احتمال يعني 90% اللي كان يتاخد خصوصا بعد السوبر وبعد الفتره اللي هو عملها دي. بس انا مش عارف حسام حسن بيفكر ازاي، بس طبعا في الاخر نتمنى المنتخب مصر اللي يبقى بافضل حال وفي افضل مكانه، وان شاء الله حسام حسن بالفريق اللي موجود يقدر يكسب. ويعني بس لازم تفكر في عمر جابر، اصل انا بقى يعني هو هيعمل ايه؟ يعني انا اصل انا بحط نفسي مكان عمر جابر، انا اعمل ايه تاني عشان تاخدني معاك المنتخب؟ لو اول مره تشوف، ما تنساش تعمل لي فولو ولايك وقول لي رايك في الكومنتات.